تيجي اقول لك على حاجه مهمه جدا، لو عملتها مع والدتك في رمضان هتاخد حسنات كتير قوي قوي قوي. بص، انا بعد دراسه وتمحيص لقيت ان الراجل ده اكتر حد بيتابعه هم امهاتنا وابائنا، الناس الكبار في السن. فانت هتجيب حاجه والدتك، او لو والدك كمان بيتابعه، وتقول له او تقول لها: بص يا ماما، الراجل ده كذاب على النبي، مش كذاب عادي، لا ده كذاب على النبي. وما تقولهاش الراجل ده بيكذب على النبي، لان بيكذب على النبي يعني ممكن يكون كذب مره، لا ده كذاب يعني كثير الكذب، على وزن فعال كده. تعال نشوف الفيديو دوت وارجع اقول لك ليه. انت تحبي تشوفي النبي عليه افضل الصلاه صلى الله عليه وسلم؟ طب ده صحابه النبي ما شافوش النبي. ازاي الكلام ده؟ امال كان عايش ازاي؟ كانوا بيشوفوه كل واحد على قده، وهو اللي قال لنا صلى الله عليه وسلم: قال: ما رآني احد منكم على هيئتي الا فاطمه بنتي وابو بكر. ما حدش يستحمل يشوفه ازاي؟ ولذلك سيدنا ابو هريره قال له: طب ادعي لي يا رسول الله اشوفك مره. يقول: فحدقت مرة النظر في وجه رسول الله فوضعت يدي على عيني من شدة نور رسول الله عليه أفضل صلى الله الصلاة عليه وسلم. والسلام. بص يا صديقي، بمنتهى البساطة، الدكتور مرزوق عبد الرحيم ده عميد كلية أصول الدين الأسبق في جامعة الأزهر فرع أسيوط، بيقول ايه عن الحديث ده او الكلام ده، سوري انا اسف: لم نعثر عليه في شيء من دواوين السنه وهو كذب ظاهر، يعني مش حاجه كده، ده باين قوي، وتظهر عليه امارات الوضع، يعني باين قوي انه موضوع من ايه بقى. اول حاجه ركاكه اللفظ، الحديث النبوي الشريف الصحيح بتلاقي الفاظه يعني قويه جدا، وضعف التركيب، الجمل كده وتركيبها تحس انه بني ادم عادي هو اللي قايله، وغرابة اللفظ ومخالفته للحس، يعني تحس ان انت كلام تقيل على قلبك مش قادر تقتنع بيه، ولأدلة الشرع. وحتة مخالفته للشرع دي بينها ربنا عز وجل في قوله: قل انما انا بشر مثلكم، يعني النبي بشر زينا زيه، فزي ما بتشوف البني ادمين العاديين ماشيين في الشارع تقدر تشوف النبي، فالكلام اصلا يعني خريف. وبعدين يا جهبذ ده كفار قريش نفسهم لما جم يحتجوا على النبي وعلى رسالته وعلى ان ربنا بعثه قالوا ايه؟ قالوا: ما لي هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق. يعني اصلا قريش كانت مستغربة ان في نبي عادي، الناس بيمشي في الاسواق وبيأكل الطعام والناس بتسلم عليه وبشر عادي. لكن في ناس كتيرة وعلى رأسهم الصوفية عندهم مغالاة شديدة وتطرف في حب النبي وإنزاله منزل أعلى من منزلته اللي ربنا عز وجل أنزله إياه، فعايزين يألهوه. لا ما ينفع، ده ما كانش حد بيشوفه، لا ده يا عم في إيه؟ إحنا بنحب النبي وبنتبع سنته، بس كل حاجة بالاعتدال. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وقال في آخر كلامه إنه حديث مخترع، يعني مين اللي اخترعه؟ هو الشخص ده. فقول لها: يا أما استهدي بالله كده، ولما تعوزي تتفرجي على برامج دينية وحاجات دعوية ظريفة ممكن نرشح لك فلان وعلان، وتذكر لها الأسامي الشيوخ الربانيين الجميلة، وسيبك من كل من على شاكلة هذا الرجل. وده يبقى أفضل شيء تعمله برا بوالدتك في رمضان، وكل سنة وانتم كلكم طيبين. ودلوقتي إما إن أنت يعني تفهم مضمون الفيديو وبكل أدب تتكلم مع والدتك في الحوار ده، او تعملها منشن في الفيديو وتعمل شير لعل الناس كلها نعرف نحذرها منها تتابع الراجل ده. وعارفين اخطر حاجه في الموضوع ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم، وده حديث صحيح بقى مش قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. طبعا احنا ما نقدرش نحكم على نيه الشخص ده بيكذب على النبي متعمد ولا لا، ملناش دعوه، دي مش قصتنا، ولكن الامر فعلا خطير. ومن كتر خوفي من الحديث ده انا فعلا قبل ما اعمل اي فيديو هقول فيه حديث لازم الاول اخش اتاكد من صحه الحديث اللي انا هقوله دوت. وبتمنى اي حد بيقدم محتوى ديني دعوي على السوشيال ميديا يهتم بالموضوع ده.